السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب حبايبي تكونوا بخير. برج الدلو حبايب قلبي، صفوا النية كده، تفعلوا بالخير تجدوه، طلعوا الطاقة السلبية، صلوا على الحبيب وكمان استغفروا. حبايبي قلب ام احمد اللي اول مرة بيزوروا القناة، ما تنسوش تعملوا اشتراك وشير ولايك للفيديو يا اولاد، ونحط اللايك يا ولاد عشان ترفعوا الفيديو، وننزل نكتب كومنتات، نصلي على الحبيب وكمان نستغفر. طبعا حبايبي لازم يكون عندنا يقين وثقة في الله وحده، انه لا يعلم الغيب الا الله، محمد رسول الله وحده رسول الله، لا حول ولا قوة الا بالله. في منكم مش عارفين تطلعوا من اللي انتوا فيه، في حاجات حصلت معاكم وفي حاجات وجع قلبكم، بس انت الثقة في الناس قلت. الناس ما بقتش زي الاول. يعني عندك في برج الأسد ده بيتجسس عليك، بيراقبك، عايز يعرف انت بتعمل ايه واخبارك ايه. كمان حاسس بعدم التوفيق، ان انت مش موفق. انت حاسس بعدم التوفيق وان مفيش حاجة بتكمل لك، صح ولا لأ؟ انت هتفرح، وهتفرح كمان من قلبك ان شاء الله. الفرحة هتخش في قلبك لان انت قلبك موجوع. وكمان في منكم مديون وحاسس ان هو مكسور، حاسس بعدم الراحة، والشخص ده مش عارف يجيب الفلوس منين ولا يسد ديونه ازاي، وربنا يفرجها عليه بإذن الله. كمان في حد بيقلل منك وبيقلل من قيمتك، في حد مش بيديك حقك. كمان انت مصدوم في الشخص ده عزيز على قلبك، مصدوم في شخص وده عزيز على قلبك. لا اله الا انت رسول الله، وعزيز وعلى عزيز كمان على قلبك. لا اله الا الله انت رسول الله. انت شاكك في مين ان هو عامل لك سحر؟ انت شاكك في ام الشريك ولا اخت الشريك؟ هما اللي بيعملوا لك السحر. انت شاكك في مين؟ انت شاكك في حد قريب منك ممكن يكون عامل لك السحر؟ طيب، لا اله الا الله انت رسول الله. في عندك حد آه هو بيعمل لك سحر باللي انا قلتهم لك، والله اعلى واعلم. بيعمل لك سحر بالفراق، بيعمل لك سحر بالنفور، بالبعد. في منكم زي عنده احباط، زي ما يكون محبطين. طيب، عندكم في مولود جديد بإذن الله، ربنا يكرمكم وهيرضيكم، وهتسمعوا خبر قريب جدا. ربنا يرزق كل مشتاق يا رب، وهتسمعوا خبر هيكون حلو لكم. لو في عنكم حامل ان شاء الله هتقومي بالسلامة بإذن الله. انت على قد ما انت صابر وراضي، وهتحصل على المكان اللي انت نفسك ان انت تكون فيه، وحبيبك هيرجع لك وهيعتذر لك، وهو اللي هيبادر بالرجوع ليك، لان انت هو ايه عرف ان هو غلط فيك، وان هو هيخسرك، وان هو مش هيعرف يعوضك من تاني. انت اللي جايب الخير ده، انت بسببك انت الخير والرزق موجود، لان انت دايما بتحب الخير اللي حواليك، عشان كده ربنا بيديك على قد نواياك. سيبك من اي شخص بيدبر لك اذية، طول ما انت معاك ربنا وواثق في الله وحده، ودايما عندك ثقة في الله، ودايما بتقول يا رب خلي اللي يدبر يدبر واللي يأذي يأذي، بنيتهم الشر هم اللي هيقعوا فيها، هم اللي هيكوا بيها. هم بيعملوا لك، هم بيحاولوا ان هم يعملوا لك سحر، لكن سبحان الله مش هيفلح الساحر. انت كمل واصل، طول ما انت مع ربنا ونيتك فيها الخير، كل اللي بيعمله ده مش هيكون ليه اي فايدة، لان انت اللي جايلك خير كتير وعوض ورزق من عند رب العالمين، لان ربنا هيرزقك وهيفرحك وهيسعدك بإذن رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلوا على الحبيب كده حبايبي، انزلوا اكتبوا الصلاة على الحبيب وحطوا اللايك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. انتوا عندكوا أحداث كتيرة، دي يعني عملت لكم تأثير كبير.
يعني أثرت فيك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. انت عامل زي ما بيقولوا كده قاعد لوحدك ومش حابب الخروج من الوحدة اللي انت فيها. يعني انت وصلت لحالة ان انت تكون مع نفسك، حابب الانعزال، حابب ان انت تكون منعزل الفترة دي مع نفسك، حابب تفكر لوحدك مع نفسك. انت تعبت من الناس الكدابة، الوشوش الكدابة. في عندكم طاقة حزن. ليه الزعل؟ اللي حصل بالنسبة لك ما كانش سهل، صح؟ اللي حصل لك الفترة اللي فاتت ده تعبك. انت اتحملت فوق طاقتك، اتحملت معاملة وحشة، ما لقيتش الا الأسوأ. جبروت، أسوأ في التعامل، في الرد. انت قلبك من جوه مكسور، قلبك مكسور والدنيا جاية عليك بزيادة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. عندك 2 ستات، ال2 ستات دول عايزين يخربوا حياتك، بيتك. بيحاولوا على أي حاجة يخربوا بيها. زي ما بتقول كده، الاتنين دول بيحاولوا ان هما يوقعوك ويضيعوك يوقعوك. هما عايزين يعملوا اي شيء يأذوك بيه. الاتنين دول زي التعابين، وسبحان الله ربنا يجعل كيدهم في نحرهم. هما لا يوقعوا في شر أعمالهم، وهما مش غرب للأسف، بس هما عايزين يخلوك انت والشريك في بعد، في فرق، في نفور بينكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. صلوا على الحبيب. انت بدأت تعيد حساباتك من تاني. خلي بالك ان في شخص عايز يألمك، عايز يوجعك، عايز يكسرك. يعني جواه في حقد، في سواد، بس هو مش هيحصل على الحاجة اللي هو عايزها. هو نفسه ان هو يوجعك، وانه بيدور وازاي يوجعك وازاي يألمك، بس مش هيقدر. وربنا سبحان الله مش هينوله اللي بباله. انت بعدت عن ناس كتيرة كمان الفترة دي، انت عصبي مش مستحمل الكلمة. انت بتفكر تفكير غير الاول. يعني حبيت الوحدة، حبيت الانعزال. انت بتدوس على قلبك، لان قلبك هو ده اللي جابلك الكافية، هو ده اللي دمرك. وانت الفترة دي ماشي بعقلك اكتر، بدماغك، بكبريائك، لان انت تعبت كتير. تعبت من قلبك، من وجع اللي سببهولك قلبك. حطك في وجع كبير انت ما كنتش تستاهله اصلا. لا اله الا الله محمد رسول الله. انت حاسس ان انت تايه. الطرف التاني ده تعبك قوي، الشريك تعبك وجاي عليك. انت استحملته على قد ما قدرت، استحملته. عايز تغيره مش عارف. في شك، ما بتثقش فيه خالص. في منكم فارق، لان انت اتخدعت منه واتخذلت منه ومش مستقر، مش حاسس بالاستقرار، مش حاسس بالامان. في منكم بيقفل صفحة وبيفتح لنفسه صفحة جديدة. يعني في منكم بينهي علاقة وبيبدأ بعلاقة جديدة خالص. الصفحة الجديدة دي او علاقة جديدة ديت، ده تعويض ليك. يعني فيها كده ربنا بيعوضك، فيها جبر خاطر، والكلام الحلو اللي نفسك تحب تسمعه، الحنية اللي انت ما شفتهاش. علاقة على قد التعب اللي انت تعبته مع الشخص ده. زي ما بيكون كده ربنا بيعوض صبرك، وبيكبر بخاطرك، وبينصرك، وبيرفعك. بس للأسف الناس مش سايباك في حالك، ومركزين معاك، عايزين يعرفوا كل خطوة في حياتك، في الخير والشر. عايزين يعرفوا انت امورك ماشية ازاي، وحياتك ماشية ازاي. اوقات كتير بتبقى عايز تبعد عن الناس كلها، وعندك
بيبقى حنين الماضي. الفترة ديت يمكن اكتر فترة حنين للماضي، بتفكر في الماضي، بتقول يا ريت ترجع الماضي، راحة البال للناس اللي كانت بتحبك من جوه قلبها. ما كانش فيه الخداع اللي انت فيه، ولا اللؤم ولا الخبث ولا اللف والدوران والمصالح الموجوعة. كل واحد بيدور على مصلحته، كل واحد عايز منك ياخد منك حتة، يمصك. انت بتفكر في الماضي، في الناس اللي بعدت عن حياتك، اللي كان وجودهم كان بينور حياتك، وكان سبب السعادة اللي انت كنت فيها وراحة البال اللي انت كنت عايشها. انت بتبعد عن الناس اللي حواليك وبتقعد مع نفسك وبتقعد تفكر في كل اللي فات. انت مش عايز تكلم حد ولا عايز تواجه مع حد، حتى تليفونك صامت، مش عايز حد. انت قافل الفترة دي، محدش بيقدرك ولا حد بيعذرك. مش عايز تتكلم او مش محدش بيدي الاعذار، بالرغم ان انت بتدي اعذار الناس اللي حواليك، لكن هما مش عايزين هم عايزين يعرفوا كل حاجة، يعرفوا كل امورك، كل حياتك، كل داخلياتك. انت ناوي على حاجة وهتاخد الحق خطوة وهتنجح فيها، الحق هيكون معاك، والخير كمان هيكون في طريقك، وهتكون عندك بداية حلوة، وهيتحسن وضعك، وربنا اللي هيعوضك، مش اي حد. هيعوضك بإذن الله تعب السنين اللي فات، ووجع القلب اللي انت كنت فيه، والألم اللي انت مريت بيه. انت جسمانيا تعبان ونفسيا ومن جواك وجع، ومحدش حاسس بيك. انت بتداري كل ده ورا ابتسامة، دايما بتقول كلمة واحدة بس، هي الحمد لله. بتحمد ربنا، تحمد ربنا في كل شيء. بيقولك مالك، فيك ايه، في حاجة؟ تقول مفيش، بتقول الحمد لله. مش عايز تحسس اللي حواليك بألمك، مش عايز تحسس حد بوجعك، بالرغم ان انت بتحس بألمهم ووجعهم وبتحللهم المشاكل بتاعتهم. انت مش عارف مش عارف تحل مشاكلك ولا تحلها، لان انت تعبت، حاولت ان انت تصلحها معرفتش، وبتسوأ وبتبقى اسخم واسخم بسبب التكبر. الطرف اللي معاك، الطرف التاني، الشريك، دايما مش عايز يبقى فيه وضوح، مش عايز يحب من قلبه زي ما انت بتحبه، مش بيتمنى لك الخير زي ما انت بتتمنى له الخير. فعلا هو مش زيك ولا شبهك. الحب اللي انت اديتهوله والعطاء الزيادة ده كانوا ما يستاهلش، وكان كتير. ما كانش يستاهل كل اللي انت عملته، ما يستاهلش كل الحنان والعطاء ده. في يوم من الايام عندك حرف السين والميم والعين والري، دي كلها طاقات سلبية. انت مبقتش حابب تسمع لهم، ولا حابب ان انت تتكلم معاهم، ولا حابب ان انت ترفع عينيك حتى يشوفهم، لان انت تعبت. حطوا اللايك يا ولاد، ارفعوا الفيديو. حتى الدماغ مشتتة من كتر التفكير، تفكير كتير عليك، كل التفكير ده كتير. في حاجة عندك مش بتكمل، حاجة واقفة في طريقك، الحاجة ما بتكملش، لازم يحصل لك اي حاجة. كل ما بتقول خلاص هتبقى احسن، هتفرح، كل ما بتقول على حاجة هتتم ما بتتمش. لازم أن يكون في حاجة تقف قدامك، حاجة ما تخلكش الحاجة بتاعتك تتم. في ورق عندك انت مجهزه، الورق ده ان شاء الله هيتم لك بالخير، وهيكون عندك في سفر، عندكم انفراجة الفترة الجاية، وهتحصل على الوظيفة، وكمان في منكم هيكون عنده ترقية. انت مش عايز تسامح، مش عارف تسامح،
انت المرة دي مش قادر تسامح، انت مستعد تخسر كله في سبيل سعادتك وحقك، لان انت سامحت كتير واتنازلت كتير، ما بقاش فارق البعد والقرب بالنسبة لك، فانت مش مسامح. حتى لو خسرت مش عايز تسامح، انت تعبت جدا من كتر التسامح، تعبت، وخصوصا ان انت قلت خلاص في عيون حواليك، في ناس كتير حواليك بتتمنكوا، لكن انتوا قفلت خلاص، قفلتوا الباب خلاص. زي ما بيكون كده اللي انت شفته اللي انت شفته الفترة اللي فاتت ده سد النفس، ما كانش خلاص، ما بقاش ليك نفس لأي حاجة، لأن انت تعبت، لأن الشريك تعبك ووجعك، وهو للأسف بيندم دلوقتي، والندم ده جه متأخر قوي، ندم متأخر على الآخر. الأزمات اللي انت عديت بيها دي لوحدك، دي علمتك وحفرت فيك. الوحدة اللي انت كنت فيها دي علمتك، بقى عندك قوة أكتر من الأول، أكتر وأكتر. عندك في انفراجة وهتحصل بإذن الله، انفراجة مالية جاية لك الفترة الجاية. عندك شخص بيطلع السم من نساله، ما بيطلعش غير السم. والكلمة الطيبة صدقة، ده يعني مفيش غير حزب ان الله ونعم الوكيل. كل اللي يقول عليك كلمة مش من تحتك ولا تستحقها، واللي يقول عليك الكلمة تتردله. انت عندك ضغط، مضغوط قوي وتعبت، بلاش تضغط في نفسك اكتر من كده، طلع نفسك. ربنا ما بيكلفش نفسك اكتر من وسعها، ما تحملش نفسك فوق طاقتها. كفايه بقى ترضي اللي حواليك، انت رضيت كتير قوي، كفايه تفكر في نفسك، تفكر في صحتك، فكر في وضعك. انت الفتره الجايه باذن الله هيكون عندك انفراجه حلوه، وعندك كمان ازمه، ودي هتعدي منها، وهتعدي منها على خير، وهتكون فيك قوه. عندك في مواجهه، المواجهه ديت انت صاحب القرار والحق فيها. انت مستغرب وضع الحبيب والمعاملة اتغيرت معاك، لكن هيكون عندك في نصرة. لا اله الا الله. في عندك وعود كدابة. انت الفترة الجاية دي كلام، انت تعبت الفترة اللي فاتت دي، انت ما بقتش مصدق، ما بقاش عندك ثقة، الثقة دي بقت عندك فيها انعدام اصلا. انت خلاص طاقتك خلاص تعبت، استنفذتها عشان تصلح حاجة مش عارف، الحاجة دي ما بتصلحش. وفوق كل ده الحسد والعين عليك، بيحسدوك مش عارفة، دايما متوتر، دايما قلقان، عندك التزامات كتيرة، دي هتعدي، انت هتعدي بالالتزامات دي بإذن الله الفترة الجاية. انت لو انت حاسس في صعوبة في شغلك، في الأمور المادية في الفترة دي كلها، هتعدي، كل ده هتعدي وهتتراضى بإذن الله بالرزق وبالخير. بس انت الفترة دي حاسس ان انت مقيد، ملكش نفس اي حاجة، التقييدة دي حاول تتخرجها، لان الاحساس ده عامل زي ما يكون مكتفك، خرجه، اطلع منه. دايما كان عندك كده ثقة ويقين، قوم اتوضى وصلي، استغفر وصلي على الحبيب، لان انت التأييدة دي هتخرج منها، انت مش ناقص، انت فيك اللي كل اللي مكفيك. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انت عامل زي ما يكون كده حد كبير وزعلان عشانك، على حالك وعلى اللي انت فيه. في حد بيديلك الدعوة من قلبه، حتى النوم مش مظبوط، ان شاء الله الفترة الجاية بإذن الله الوضع هيكون احسن. في حمل تقيل وان شاء الله هتتخلص منه. في عندكم ولادة
طفل، دنيا جديدة، في حاجة انت تكتشفها، بس مش هتستغرب. المرة دي مش هتستغرب خلاص، انت اكتشفت واتصدمت خلاص، بقيت تتوقع اي حاجة سيئة. ربنا يفرح